السلام عليكم الخوت العمرانية بخير صحيحة. اليوم غنشارك معكم المروزية باللحيمات. بطبيعة الحال عندنا اللحيمات تنديرو ليهم الثومة. انا درت واحد 4 تاع الثومات، تنديرو ليهم واحد الكاس ديال الزيت على حساب كاين اللي تيبغيهم مزيتين، كاين اللي تيبغيهم ما مزيتينش، كاين اللي تيبغيهم ميدمين، كاين اللي تيبغيهم ما ميدمينش، على حساب. المهم انا درت هاد الكاس خليت فيه واحد شويه ما درتوش كامل. وغادي نديرو العطريه كاين شويه البزار، القزبور، سكينجبير، شويه القرفه، وطبيعه الحال المروزيه خصك تشوف شي عطار اللي يكون كونفيونس ثقه اللي صاوبها ليك وقادها لك. بطبيعه الحال غادي نكبو هادشي كامل هنايا، وغادي نديرو واحد كاس ديال الماء. وغادي نرقدو هاد اللحيمات في هاد القوام هذا باش يشربوا، وغادي نخليوه تقريبا شي ساعتين. اللي يقدر يديرو اليوم ويخليه الصباح ويطيبها مرحبا، اللي ما قدرش يخليها واحد الساعتين. نشدو هاد اللحيمات هكا نشربوهم مزيان، هاديك العطريه ديالنا تيشربوا لينا مزيان. وطبيعة الحال غادي نديرو شويه ديال المشماش انه يتصاوب يتسلق ويتعسل. وكاين اللي تيدير فيها اللوز، كاين اللي تيدير فيها الزبيب، كاين كل واحد كيفاش تيدير فيها. انا غندير فيها شويه تاع البيض مسلوق وشويه ديال سميتو المشماش. وطبيعة الحال نتوما كي تشوفوا غادي نخليوها ترقد واحد الساعتين ان شاء الله الرحمن الرحيم بينما يشرب لي داك اللحيمه. وكي قلت لكم الا كنتي ما زربانش بها يمكن لك تخليها تبات من الاحسن، والصباح طيبها. نتلاقاو باش نكملوا الطريقه ان شاء الله. السلام عليكم. وكي قلنا هاد المشماش اللي درناه في الماء ورديناه انه يطيب في الماء، بطبيعه الحال غادي نزيدو ليه السنيده وغادي نزيدو ليه القرفه. انا بالنسبه لي ما غنديرليش السنيده لان عندي السكر، ما غنديرليش السنيده. وانتم بطبيعه الحال غديروا السنيده ديالكم وديروا القرفه، ونشوفوا عاوتاني ان شاء الله في الشكل ديالو النهائي. انتم كي تشوفوا هنايا صافي راه خلينا تشرب هذيك المياه ديالو. من بعد ما درنا ليه كي قلت لكم القرفه، نتوما ديروا سنيده والقرفه. ما كلشي تعرف يصاوب هاد التعسيله ديال البرقوق ولا ديال المشماش، وهذا هو الاخر ديالو. وباقي تنخليوه يشرب شويه. وندوزو دابا نوريكم القويميله ديالنا. وطبيعه الحال ها هي شربات لينا مزيان العطريه كي قلنا اللي درنا ليها والمروزيه ديالنا. وطبيعه الحال دابا درناها في الكوكوط باش اننا نديروها الطيب. المهم بطبيعه الحال دابا غنسدو على الكوكوط صافي، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل الاخر ديالها ان شاء الله الرحمن الرحيم. ايوا طبيعه الحال ها هي طابت. دابا تنشربها لان ما خصكمش تخليو فيها الماء كثير، يعني خصها تكون فيها القياس. انتم كي تشوفوا يعني جات هذاك الشيء شي واحد الريحه عاطيه ديال الغدايد. المهم اللحيمات راه طابوا كلشي الحمد لله راه وجد. دابا غادي نحطوا هذاك الشيء ان شاء الله الرحمن الرحيم ويدير الله خير. تبارك الله عليكم. طبيعة الحال الخوت ديالي هذا هو الشكل النهائي. طبيعة الحال هذا حطيت تفصيلي انا لان ما فيهش الملحه، وكي قلت لكم المشماش ما فيهش السكر. دابا خليت الماء ينطر باش يديروا الملحه ديالهم ويديروا السكر ديالهم. وتنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه هذه، راه تجي من داك الشرف بالصحه والراحه. ونتلاقاو ان شاء الله عاوتاني في شي وصفه اخرى. شكرا والله يعاونكم.